واحدة من الثلاث عناصر الأساسية في أي تصميم: التايبوجرافي، الفوتوغرافي، والشيبس. ويمكن تكون أهم واحدة من الثلاث عناصر دي، لأن التايبوجرافي مش مجرد بتنقل فيلينج واستيتيك وشعور معين للبراند بتاعك أو الشغل بتاعك زي العنصرين التانيين. التايبوجرافي بتنقل رسالة مختلفة عن الرسالة الفيجوال اللي بتتنقل من التصميم ككل أو من الصورة أو من الشيبس بتاعتك. التايبوجرافي بتنقل الرسالة الفيجوال والفيلينج وكل الكلام الجميل ده، بس في نفس الوقت برضه بتنقل رسالة مقروءة، كلام وبيانات ومعلومات هتقعد تقراها. التايبوجرافي مش عشان الجماليات بس والاستاتيك بس، ولا هو علشان مجرد تنقل الرسالة المقروءة وخلاص، بل هو دمج ما بين النقطتين دول. التايبوجرافي هو أكتر عنصر أساسي في الجرافيك ديزاين. احنا ممكن في بعض الأحيان نشوف تصميم كامل عبارة عن صورة والتايبوجرافي، أو شيبس والتايبوجرافي، أو تصميم كامل عبارة عن تايبوجرافي بس قليل ما بتلاقي تصميم من غير تايبوجرافي. توزيع الحروف على الصفحة الفارغة هو أكتر التحديات الأساسية للمصمم. ايه نوع الخط اللي لازم تستخدمه؟ ايه حجمه؟ كيف يجب على هذه الحروف، الكلمات والفقرات أن تحاذى، ترتب، تشكل ويتم التلاعب بها؟ دي أول الكلمات اللي إلين لبتون بدأت بيها كتابها الشهير سينكينج وستايل. وأظن الكلمات دي كافية جدا إن تعرفكم الكتاب دوت هيبقى ماشي إزاي وهيبقى بيتكلم عن إيه. كتابنا النهاردة تم نشره يوم 9 سبتمبر سنة 2004، وحتى اليوم لسه واحد من أهم وأشهر الكتب في عالم التايبوجرافي. ومن الحاجات اللي ساهمت في استمرار النجاح ده، غير إن الكتاب نفسه طبعا عبقري، هو إن الكتاب كان بيتم مراجعته وتحديثه كل كام سنة علشان يفضل أبديتد وعلى المستوى المطلوب. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فات جرافيكس. I'm your host عز حجاج، ويلا بينا. تاريخ طباعة الحروف والطباعة بشكل عام بدأ مع يوهانس جوتنبرج في ألمانيا سنة 1468. قبل الحادثة دي واختراع يوهانس جوتنبرج للليتر بريس ما كانش فيه طباعة، أو كان طباعة يدوية، بمعنى لما كان حد يعوز يعمل نسخة من كتاب كان بيجيب حد تاني يديله الكتاب اللي هو عايز ينسخه وكتاب تاني فاضي، ويخليه يقعد ينقل كل الكلام اللي في الكتاب الأولاني يكتبه في الكتاب التاني بإيده. وطبعا دي كانت حاجة بتاخد وقت كبير جدا، وكانت بتخلي الكتب غالية جدا، وكان بيخلي وصول الكتب والمعلومات للطبقة الفقيرة وحتى الطبقة المتوسطة حاجة صعبة جدا وشبه مستحيلة. والموضوع ما كانش بيساعد كمان ان في القرن ال15 ما كانش اي حد بيعرف يكتب، فكانت الشغلانة اللي حد بيجي فيها ينقل الكتب ديت كانت شغلانة محترمة جدا وناس قليلة جدا اللي بتعرف تعملها. كل ده بيديلك فكرة عن وقتها قد ايه الموضوع كان صعب، وكان نقل المعلومات والبيانات حاجة صعبة جدا وغالية جدا، ويعتبر كانت حاجة للطبقات الراقية فقط. بس بفضل يوهان جوتنبرج واختراعه للبرينتنج بليت والحروف القابلة للتفكيك، كل ده اتغير في لحظة. فكرة يوهان كانت إن احنا نعمل كل حرف في اللغة عبارة عن سبيكة لوحده، وإننا نعمل حاجة اسمها بليت أو برينتنج بليت تقدر تشيل الحروف دي. والفكرة كانت إنك تجيب البرينتنج بليت بتاعك وتجمع جواه الحروف اللي هتتكتب جنب بعض علشان تكون منها كلمات وجمل. الحروف دي كان بيتم إحكام عليها في البليت بطريقة قوية عشان تثبت في مكانها، وبعدها بتقدر تحط على سطحها طبقة من الحبر وتستخدمها في الطباعة بكمية لا نهائية اللي انت عايزها. ومن هنا بدأ التاريخ، وولدت عملية أقل ما يقال عنها إنها واحدة من أهم الاختراعات في تاريخ البشرية الكامل، وهي الطباعة. ومن هنا بدأت تحصل سلسلة من التطورات الكبيرة والمختلفة في عالم الكاليجرافي والكتابة. بس عشان أعفيك من الكلام الكتير ده، هنتخطى المرحلة دي وهنخش في قلب الموضوع على طول. الأناتومي. زي ما جسم الإنسان والكائنات الحية كلها ليها حاجة اسمها أناتومي أو تشريح، التايبوجرافي برضو والحروف ليها أناتومي. وركز معايا علشان الأناتومي بتاع الحروف والتايبوجرافي معقد شوية. أول حاجة معانا هي البيس لاين، وهو الأساس، وهو الخط أو اللاين اللي الفونت بتاعك بيتبني عليه، فكان يستحق إن هو يبقى الحاجة اللي نبدأ عندها الكلام في الأناتومي. البيس لاين هو ببساطة السطر في كراستك اللي بتكتب عليه، وبعد كده هنكتب على البيس لاين أول حرف، وبطبيعة الحال هيبقى حرف أبر كيس أو حرف كابيتال. وهنا هنصطدم بحاجة اسمها الكاب هايت. الكاب هايت هو ارتفاع الحروف الكابيتال في الفونت بتاعك زي ما انتم شايفين هنا كده. هتكتب بقية الكلمة واللي كلها هتبقى حروف لور كيس أو حروف سمول يعني،
وهنا هيظهر عندك كمان حاجة اسمها الاكس هايت. الاكس هايت هو ارتفاع الحروف السمول او اللور كيس من البيس لاين. بس لسه وانت قاعد بتبص على المعلومات دي وبتستوعبها وشايف انها حاجات منطقية وبسيطة، هتلاقي حروف بتكسر القاعدة دي، حروف مش بادئة من البيس لاين، او حروف رغم انها سمول بس ارتفاعها او الطول بتاعها معدي الاكس هايت. أعرفكم على الأسندرز والديسندرز. الأسندر في الحروف السمول هو الجزء من الحرف اللي عدى الإكس هايت وكمل لفوقيه، والديسندر عكسه تماما، هو الجزء من الحرف اللي بدأ من تحت البيس لاين. زي حرف الواي مثلا وحرف الاتش، الواي عنده ديسندر والاتش عنده اسندر. طيب كده خلصنا من الحالات الخاصة؟ لا لسه، لان هتلاقي ان بعض الفونتس عندها حاجه اسمها سمول كاب، وده زي ما الاسم بالظبط ما بيقول عباره عن حرف ابر كيس بطول او بحجم حرف لور كيس. ممكن تسالني ليه؟ هقول لك ليه لا. التايبوجرافي برضو في الاخر هو فن، بس من ابسط الاستعمالات لحاجه زي كده هو افرض انك عايز الكلام بتاعك كله يبقى ابر كيس، بس لسه برضو عايز تاخد الديناميك والعلاقه ما بين الحروف الابر كيس واللور كيس، اللي هو اول حرف في الجمله حجمه كبير والحروف اللي بعدها حجمها اصغر. ده بيحصل بالسمول كاب، بحيث زي ما انت شايف كده رغم ان الحروف كلها كابيتال، بس اول حرف في كل كلمه او اول حرف في كل جمله زي ما انت عايز تعمل هيبقى حجمه اكبر. فان فاكت، زمان ايام ما كان يوهان جوتنبرج لسه مخترع الطباعه جديد، يعني من 500-600 سنه كده، كانت الحروف زي ما قلنا بتتجمع في البليد بتاعك علشان تكون كلمه او جمله، وبعدها طبعا بعد ما تخلص استخدامك والطباعه بتفك الحروف ديت تاني وتاخدها ترجعها لمكانها علشان هيتم استخدامها في شغلانات تانية بعدين. كان وقتها المطبعجيه والناس اللي شغالين في الطباعه عندهم حاجه اسمها ادراج او كيسز. الكيسز دي هي اللي كان بيتلم فيها سبايك الحروف بعد ما تتفك من البليد، وكان فيهم كيس اسمها الابر كيس علشان محطوطه فوق، وكان في كيس تانية اسمها اللور كيس عشان كانت محطوطه تحت. ومن هنا جت تسميه الابر كيس واللور كيس، علشان الحروف الكابيتال كانت بتتحط فوق في الابر كيس والحروف السمول كانت بتتحط تحتها في اللور كيس. جميل، نرجع للاناتومي بتاعنا. واخيرا عندنا حاجه اسمها السيرف، وهو التزيينات اللي موجوده في نهايه الحروف واطرافها زي كده. طيب قاعدين نتكلم عن طول وارتفاع الاكس وارتفاع الكاب، بس ما اتكلمناش اصلا عن ايه هي وحده القياس في التايبوجرافي، ودي حاجه كلكم عارفينها اكيد، وهي البوينتس، اختصارها بي تي، ودي حاجه اكيد كلنا شفناها في برامج التصميم بتاعتنا كلها كتير. الوحدة دي برضو هي نفس الوحدة اللي تستخدم في تحديد حجم الليدنج، اللي هو المسافة ما بين السطور وبعضيها. ولو عايز تقول لحد يستخدم حجم معين لفونت بليدنج معين، ممكن تقول له 7-9 بوينت بالشكل ده كده، بحيث ان اول رقم بيشير لمقاس الفونت وتاني رقم بيشير لمقاس الليدنج. يعني في الحالة دي مرغوب انك تعمل فونت مقاسه 7 بليدنج مقاسه 9 بوينت. الفونت برضو ليه عرض، وعرض الفونت اسمه السيت ويدز، وهو ببساطة عرض الحرف بالإضافة إلى مساحة زيادة حواليها علشان الحروف ما تلزقش كلها في بعض. وطبعا مش كل الحروف عندها نفس السيت ويدز، بس في نقطة مهمة جدا أغلب الديزاينر ما يعرفوهاش، أو يعني أغلبهم ما يعرفوش سببها، وهي مش معنى ان معاك 2 فونتس مكتوبين بنفس البوينتس، يعني مثلا 12 بوينت و12 بوينت، ان حجمهم في الاخر هيبقى نفس الحجم. وده سببه ان البوينتس ما بتقيس حجم الفونت اللي انت شايفه بعينك. بص، زمان لما كانت الحروف لسه بتصادم كسبايك وكان كل حرف بيبقى سبيكة لوحده، البوينتس ما كانتش بتقيس حجم الحرف، بل كانت بتقيس حجم السبيكة كاملة اللي الحرف محطوط عليه. وطبعا السبيكة زي ما انت شايف في الصورة دي ما كانتش بتبقى حجم الحرف بس، بل كانت بتبقى حجمها أكبر عشان تاخد الحرف ويبقى لسه فيه مساحة زيادة محطوطة حواليه. وهنا بقى بيخش العامل المتغير اللي سبب المشكلة بتاعتنا، الديزاينر أو الكاليجرافر اللي عامل الفونت. طبعا مفيش اي اساءه ليهم، الناس ديت هي اللي ماشيه الشغل بتاعنا كله، وناس فنانه بتعمل شغل صعب جدا، بس هو العامل المتغير ستيل عندهم، لان كل ديزاينر كان حر ان هو يحدد كميه المساحه اللي هو عايز يستخدمها من السبيكه ديت عشان يحط عليها الحرف بتاعه. فمثلا فلنقل ان انا جبت حرف ام مربع بالشكل ده ابعاده 30 بكسل في 30 بكسل، ورحت جاي حطيته على سبيكه حجمها 12 بوينت، كده حجم الحرف ده اللي هو 30 في 30 بقى اسمه على الجهاز بتاعك 12 بوينت. مصمم تاني جاب نفس حرف الام المربع ده وهو بيعمل الفونت بتاعه، بس بدل ما كان المقاس بتاعه 30 في 30 عمله 50 بكسل في 50 بكسل، اكبر من المقاس اللي انا كنت عامله.
بس في النهاية برضو قرر ان هو يحطه على سبيكة 12 بوينت. وقتها هيبقى حجم الحرف التاني ده كام؟ برضو 12 بوينت، مع ان حرف الام التاني اكبر بكتير من الاولاني، قرب ان هو يبقى الضعف، بس هما الاتنين تكنيكلي 12 بوينت. وبالمناسبة الكلام ده ما كانش زمان بس، لسه حتى الان نظام زي كده مستخدم في التايبوجرافي، رغم ان احنا بقينا نصمم على الاجهزة واللابتوبات بتاعتنا. قبل كده كان مساحة السبيكة اللي ممكن تتحط عليها الحروف دي كان اسمها الميتال بودي، دلوقتي بقى اسمها الجليفز باوندينج بوكس. وبقت نفس الفكرة، عبارة عن مساحة حجمها 12 بوينت على الكمبيوتر قدامك، ومسموح لك انك تحط في المساحة دي فونت بأي حجم انت عايزه، بس طالما ان هو اتحط في الباوندينج بوكس اللي معمول مخصوص لل 12 بوينت، يبقى بغض النظر عن حجمه قد ايه، الجهاز بتاعك هيقول لك ان هو حجمه 12 بوينت. الحلقة دي بالنسبة لي كانت واحدة من اكتر حلقات الفن، وانا كنت قاعد بقرا المحتوى بتاعها في الكتاب وانا قاعد بكتبه، لان حسيت ان ببني فاونديشن وثقافة مهمة ومحتاجها كمصمم. دي كانت نهاية الحلقة الأولى من كتابنا Thinking with Type باي إلين لبتون. لو استفدتوا من الفيديو وعايزين تدعموني اعملوا لايك اند سبسكرايب. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبس كده. ومن هنا بدأ التاريخ، واتولدت حاجة يبقى تقليل منها لا، حرفيا يعني تقريبا كان مش عارف نيويورك تايمز ولا ايه بالظبط عاملين اهم 100 انفنشن في تاريخ البشرية كامل، كانت الطباعة مش عارف مركز رقم 6 حاجة زي كده. يعني حرفيا العالم بتاعنا ده من اساس البناء بتاعه الطباعة، دي حاجة الناس ما تعرفهاش. ومن هنا بدأ التاريخ.